مع مقتل الجنرال الإيراني قاسم سليماني عاد هذا الشعار. آلاف الحناجر في العراق وإيران صرخت بشعار الموت لأمريكا. هتاف ظل سنوات يتأرجح بين توسع استراتيجي وانكماش تكتيكي، مذ ألفته ثورة رجل الدين الشيعي آية الله الخميني عام 79 تحديدا عند استيلائها على سفارة واشنطن في طهران. أحيا الشعار مشاعر سابقة كانت تراود العرب والشرق عامة في مناسبات نادرة، مثل التفاخر بانتصارات اليابان الآسيوية على روسيا الأوروبية عام 1904، والتي كانت إحدى اللحظات التي بنى عليها الزعيم الصيني ماو تسي تونغ شعاره ريح الشرق تهزم ريح الغرب. كما أنها ذكرت العرب بشعار ارفع رأسك يا أخي الذي انتشر مع صعود نجم الزعيم المصري جمال عبد الناصر. عندما عاد الخميني لإيران من فرنسا وقتها على متن طائرة كان محميا بعشرات الصحفيين اليساريين الغربيين خشية أن تسقطها قوات الشاه، لكنه نجا، وكتب نفس الصحفيين المرافقين أنه يتطوع لتحقيق أحلام الضعفاء. تبعتهم أجزاء من الشوارع العربية كانت ترى في شعار الموت لأمريكا تحقيقا لوحدة إسلامية وعربية. ما بين الحرب مع العراق عام 80 واتفاقية أوزلو عام 1993 خرج ملايين العرب من نفق ثنائية الخير الإيراني المطلق والشر الأمريكي المطلق. بين هذين التاريخين لجأت طهران عام 83 إلى الانتحاريين، لا إلى الأمواج البشرية، كي تقتل أمريكيين في بيروت. فضيحة إيران جيت وسعت مساحات الشك بطهارة الآئمة القميين، وحين انهارت الكتلة السوفيتية تأكد لكثيرين أن الموت يصطاد أعداء أمريكا. أما في سوريا بعد ثورتها فتبدى حكام إيران على هيئة جلادين، وعندما توصلت حكومة الرئيس حسن روحاني إلى الاتفاق النووي مع الولايات المتحدة والقوى الغربية عام 2015 حاول الرئيس الإيراني حسن روحاني في أحد خطاباته العامة أن يشجع الناس على التخلي عن هذا الشعار المعادي لأمريكا، لكنه فشل في تحقيق ذلك. ومع خفوت استخدام الشعار تمت محاكاته من قبل ميليشيات الحوثيين المدعومة من طهران بأنشودة الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل، اللعنة على اليهود، النصر للإسلام. التمدد الإيراني في العراق بدد ما تبقى من صورة العداء الإطلاقي كما نشرتها العقيدة الخمينية. فالرأي العام الشبابي الذي يتشكل في المدن الكبرى ويعممه الإعلام بدا شديد العداء للنظام الكالح. وبعد أن انحسرت الحماسة في شبان من لون مذهبي محدد دون أن يستهان بعددهم الذي تظهره شوارع إيران اليوم، بدأت الحماسة تفتر في العراق بل داخل إيران نفسها أيضا، لأن السياسة لم تعد تختزل الوجود الاجتماعي كله. أمكن لرفض الشبيبة سياسات أمريكا ورئيسها أن يترافق مع إعجابها ببلد الرئيس المكروه. فأمريكا هي أيضا الموسيقى والصورة والموضة والجامعة والمستشفى وأشياء أخرى كثيرة ينبغي ألا تموت. وحدهم يتم الوعي الذي تساقط في العقود الماضية ممن لا يضجرون من شعارات عنيفة رددوها 80 عاما ظلت تفتنهم إيران. هؤلاء كما الشعار هم الذين يموتون اليوم.